أمور مهمة لازم تعرفها قبل لا تدخل القاعة الامتحانية لهذه السنة 2025. في امتحانات نصف السنة وآخر السنة. للمعلومة هذا الفيديو مناسب لكل الصفوف، فأنت لازم تشاهده حتى تعرف شو تسوي بداخل القاعة الامتحانية وشلون تحل بالطريقة الصحيحة، وراح أعلمك شلون ترتب دفترك الامتحاني وعالجتك الخوف داخل القاعة الامتحانية، وهواي أمور راح تعرفها. بالنهاية إذا ما شاهدت المقطع فأنت الخسران. اول شغله تسويها تحضر معداتك اللي تحتاجها قبل بيوم من الامتحان. يعني انت بالليل امتحانك الصبح، فبالليل تحضر معداتك اللي تحتاجهن: قلمين رصاص ومساحه ومقطاطه وقلم جاف ازرق او اسود، حتى تحضر روحك الصبح وما تضل تدور على المعدات مالتك. وكذلك حضر ملابسك حتى تروح بسرعه للامتحان. الامر الثاني، بالليل وقت جهازك حتى تقعد الصبح للامتحان، وكون انت متواجد بالمدرسه اللي تمتحن بيها قبل 10 دقائق من وقت الامتحان، او اقل شيء 15 دقيقه. واضحه الفكره؟ حتى من يبدا الامتحان تكون متواجد هناك، ولا تجي ورا الامتحان لان احتمال ما يدخلونك. الشغله الثالثه، بعد ما تروح للامتحان قبل لا تدخلون للامتحان او القاعه الامتحانيه، راح اشوف تجمعات طلابيه كل 5 أو 6 متجمعين بجهه يتناقشون على سهوله وصعوبه الماده او الاسئله. هاي التجمعات ابتعد عنها قدر امكانك، روح بمكان وحدك او روح يم اصدقاء ما يسولفون بهذا الموضوع، حتى ما يخلون عندك قلق وخوف قبل الامتحان. بالنهايه ما راح تجاوب اذا خفت من الامتحان. حتى لو جت سهله انت ما راح تجاوب، لان اخذت فكره انه الاسئله راح تجي صعبه من ذول الطلاب اللي قاعد يحجون. الشغله الرابعه اللي تواجه كل الطلاب اللي هي الخوف داخل القاعه الامتحانيه. هذا الامر يصير عند كل الطلاب وشيء جدا وارد. الخوف داخل القاعه الامتحانيه يجي بس بدايه الامتحان، يعني بعد ما تجي الاسئله وتمتحن امر طبيعي جدا وراح يروح هذا الخوف. بالامتحانات القادمه ما راح تخاف من اي امتحان، لان انت تعودت على هاي الاجواء مال الامتحان. بس اول يوم ومرات ما يجيك هذا الخوف لان انت قاري ومركز على الماده وقاري زين. يعني بالنهايه هذا الخوف يجيك احتمال بدايه الامتحان وينتهي وبعد ماكو اي خوف ان شاء الله. راح نجي على اهم امر اللي هو بعد ما تدخل القاعه الامتحانيه راح يوزعوا لكم الدفاتر الامتحانيه والاسئله. اول شغله تجي على دفترك الامتحاني تكتب اسمك ومعلوماتك كامله بالمربع الاصفر اللي قدامك. تكتب اسمك ومعلوماتك كامله، مدرستك، رقمك الامتحاني، محافظتك اذا محتاجيها تكتبهن كاملات. والامر المهم جدا تاكد من وجود ختم وزاره التربيه بوجه الدفتر، وكذلك بوسط الدفتر موجود الختم حتى دفترك ما بيه اي مشكله. الامر المهم تاكد من دفترك مكبوس بصوره صحيحه وما مشلع على الورقات مالته. أول ما توزع الأسئلة صلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واقرأ الفاتحة لأم البنين تسهيل الأمر، وكذلك اقرأ أي شيء حافظا من القرآن، وادعي لنفسك ولكل الطلاب تسهيل الأمر وسهولة الأسئلة. تجي هسه تفتح الأسئلة تباوع كم سؤال عندك. أول شيء تقرأ فوق الإجابة عن 4 أسئلة أو 5. تقرأ فوق المعلومات اللي تريدها. لازم تتأكد إنه اكو بالأسئلة ترك أو ماكو. بعد ما تاكدت انه اكو ترك بالاسئله سؤال واحد، تجي على اسئله تباوع لهن اشوف يا سؤال عندك سهل او صعب. السؤال الصعب تحسه اكتب عليه سؤال كذا، مثل سؤال 5 ترك حتى ما تنسى بالاخير. تجي هسه انت اول شيء تحل الاسئله اللي تعرفها حتى تجمع درجات. تجي على السؤال الاول تعرفه تكتب السؤال الاول تحله كامل تحصل درجته. السؤال الثاني تعرفه حصل درجته. السؤال الثالث انت صعب عبر على السؤال اللي وراه الرابع، تحل الرابع حتى تحصل درجته. بعد ما كملت الاسئله اللي تعرفهن تعال على السؤال اللي ما تعرفه. اذا يعني تذكرت من عنده شيء حله، واذا ما تذكرت نهائي اكتب اي شيء من عندك على الماده حتى تحصل بدرجه وما تحصل صفر. لا تترك اي شيء فارغ. قدر المستطاع مالتك خلي دفترك مرتب ولا تمسح هواي، وخلي خطك واضح، لان المصحح مرات انت كاتب صح بسبب خطك انه مو حلو ما راح يفهم الكلام، راح يطلق خطا وانت كاتب صح. فقدر الامكان كتب بهدوء وعلى كيفك، عندك وقت هواي وتلحق بيه تكمل الدفتر وتكمل حل الاسئله. بعد ما تكمل حل الاسئله كامل شفت نفسك كملت، راجع مراجعه نهائيه نسميها. تجي على السؤال الاول تطابقه ويا الاسئله. السؤال الاول حليته صح، السؤال الثاني حليته صح، لان مرات وعلى الاغلب راح تلقى عندك فرع ناسي، او مثلا كاتب سؤال اول بدال السؤال الثاني. هاي الامور تصير عند الطلاب. اتاكد مراجعه نهائيه كل الدفتر. بعد ما تاكدت كله صحيح سلم الدفتر وروح للبيت. كذلك ما راح تطلع راح تلقى الطلاب متجمعين يسولفون على اسئله. السؤال كذا هي جوابه، السؤال الخمسه مثلا هي جوابه. حتى لو انت حال صحيح على الاغلب راح يقولوا لك او يشككوك بهذا السؤال انه انت حله خطا، وتخلي ببالك انه انت حلك خطا واعتبار هو صحيح. مثل ما قلت لك مباشره روح للبيت، واذا عندك خط انتظره بمكان بعيد عن هاي الطلاب. اذا جاوبت بالامتحان بالخير عليك، واذا ما جاوبت فان شاء الله تعوض بالامتحان الدور الثاني. واهم شيء عندك التفت للامتحان اللي بعده. الامتحان الاول انساه اعتبره شيء انتهى، لان ما يفيد اذا ندمت او ما ندمت فانت ما راح يفيدك ولا راح يرجع الزمن. الفقره الاخيره، اذا صادفت عندكم عطله بيوم الامتحان فالامتحان ينتقل اليوم اللي بعده ويوم الثاني تمتحنون ان شاء الله. فكل التوفيق ان شاء الله لكم طلابنا الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.